بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن شوربة العدس الصحية. أتمنى أن ينال إعجابكم. فرجة ممتعة. بحتاج عندي هنا كمية من البصل. أنا خلطت البصل الأبيض مع البصل الأحمر، وعندي هنا كوسة وجزر، وعندي العدس الأصفر. أنا عندي 2 كاسة من العدس الأصفر على حسب الرغبة. بستعمل معها 2 جزر و6 حبات من الكوسة و2 بصل. أنا هنا خلطت الأبيض مع الأحمر، بس ممكن تستعملوا الأبيض لحاله ولا الأحمر لحاله على حسب رغبتكم. هنا بقطع كوسة، يعني الحجم اللي تبغوا تقطعوا بها ما في مشكلة، لأن هذه الشوربة بنخلطها بعدين، يعني بتتخلط في البلندر. فيعني التقطيع اللي حابين تقطعوا به عادي، تقطعوا كبار صغار عادي، ما في مشكلة. بقطع الكمية كلها وبرجع معاكم عشان ما يكون الفيديو طويل. هنا بقطع الجزر، حبتين الجزر اللي قلت معاكم. بس الكوسة انا نقصت وحده لان جاتني الكمية مرة كبيرة، لان الكوسة اللي عندي مرة كبيرة فنقصت وحده. يعني هنا انا استعملت بس 5 حبات من الكوسة، ولو صغيرة الكوسة استعملوا 6. وهذا الجزر. هنا حطيت البصل في القدر، بتحطي له ملح بدون زيت. تخليه يطلق المويه حقته، بعدين تحط الزيت. احنا بنستعمل زيت الزيتون. بعدين بغطي، والنار على نار يعني وسط، مو واطية مرة مو عالية. هنا طلق مويته، بخليه. هذه البهارات اللي بستعمل كمون وفلفل اسود. الملح حطيناه قبل مع البصل. هنا انا استعملت 2 كاسة من العدس، يعني كمية كبيرة، فبحتاج لها 6 ملاعق صغيرة من الكمون وملعقة من الفلفل الاسود. بس هذه الكمية بتحطي كمية كتيرة، فانتو نقصوا مثلا استعملوا بس كاسة واحدة، بس 3 ملعقة صغيرة من الكمون. بحط البهارات مع البصل. معلش عشان البخار حق القدر. بحط زيت زيتون، ربع كاسة تقريبا زيت زيتون. هنا بضيف الخضار. بحركه عشان ينسجم الخضار مع البهارات. هنا بيتغسل العدس، بيتشال منه النشا اللي فيه. لازم يتشال النشا اللي فيه عشان ما يسوي غازات.
بعدين بنقعه شوية في الموية الحار، بغسله كم مرة يعني لين يطلع الموية صافي. مويته لو تشوفوا صار مويته مرة يعني شفاف مبين. بعدين بصفي بنقعه في الموية الحار دقيقتين كده. انا العدس خليته بس شويه، ما مو كتير، خلينا في المويه الحار. الحين بصفيه وبحطه واحطه على الخضار. انا هنا بضيف العدس على الخضار. انا غسلت كتير العدس عشان ما يحرق في القولون والمعده. هذه الطريقه مره كويسه يعني، ولو اكلتوا فيه كميه كتيره لا تخافوا، ما حينفخ، ما حيوجع في البطن. بس جربوها ما حتندموا على هذه الطريقه يعني. تغسلوها كويس لما يتشال منها النشا كامل بيكون مويه صافي. بعدين انقعوها يعني دقيقه كده ولا ما يكمل يعني. حطوها بس شويه في مويه حار بعدين صفوها. بعدين ضيفوها على العدس ضيفها على الخضار معليش. هنا انا بضيف مويه حار. بسم الله. ممكن من هذا بيبين هنا. خلاص طحين بخليه يسلق. على فكرة طوالي بيسلق يعني ما ياخد وقت. لازم تذوقوا ملح. ايوه لازم تذوقوا الملح يعني، ناقص ملح ناقص. على فكرة الكمون ما بيكون كتير في هذه الشوربة، والكمون كويس مع القطنيات. هنا الشوربة بعد ما خلصت. الحين بحاول اخلطها. انا بخلطها بهذه الخلاط اليدوي، وانتوا لو عندكم البلندر ممكن تستعملوا البلندر تخلطوا فيه. هذا شكله، بس انا جاني شويه تقيل فبزود له مويه، برجعه يطبخ شويه بعدين برجع معكم. وهذا شكلها النهائي. اتمنى ان ينال اعجابكم. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته والى اللقاء.